الله يسعد مساكم حبايبي. مثل ما اتفقنا راح نساوي الفروج المسحب. عندنا وجبة فروج مسحب وعندنا وجبة فخاد محشية. راح نقول لكم بالنسبة للفروج المسحب مو مثل ما احنا بنعرفه الفروج اللي بالفرن مع الصلصة الحمراء، لا، هذا من قيم الرايشة هاي بشكل سريع، لا تواخذوني، لأنه في عندنا فيديو بجرم الدجاجة من عند الكتف. إذا بتتذكروا سويت تسحيب الدجاج، هذا دجاج مسحب، والدليل على هالشيء انه عم نسحبه من العظم. اما اللي بالفرن هذاك دجاج محمر. شايفين حبايب قلبي؟ دوما الشيف ماجد معكم باذن الله. هلا هاي من عند الفخذ بشكل مائي، في مثل هون لنا حفره، ومن عند الكتف، وبايدك مدام. شايفين مدام؟ شغله سهله يعني بإذن الله، ما مخبي عليكم شيء. ثواني. هذا هو الفروج المسحب، والدليل على هالشيء انه اسمه مسحب من العظم. اما هداك فروج محمر بالفرن. راح نسوي لكم اياه على اصوله هداك، بس لكن بدنا نفرجيكم الفروج المسحب لانه اكله طيبه كثير. الفروج المسحب اكله طيبه كثير. شايفين الفخذ؟ نفتح على الكعبراي من النص، نعمل لها هيك، بنقيم العظمة الفوقانية على مهلنا. انتوا لا تستعجلوا، مدام هاي أكلة كتير طيبة إن شاء الله بنسروا فيها أفراد العيلة، وإن شاء الله ما بعطيكم غير الأصلي. هذا هو الفروج المسحب مثل ما حكينا، معلقة ملح مع المي ونص كوباية خل. نص كوباية خل. الدجاج بس لكم أكل الدجاج دغري بتحطوها بمي وخل. بعد ما نقعنا الفروج وجرمناه ونقعناه بالخل والمي والملح، الفروج المسحب صفيناه. بعد ما صفيناه هلا راح نتبله، شغلته بسيطة جدا. نص معلقة رب بندورة صغيرة، ونص معلقة دبس حد صغيرة، يعني مثل ما تقول معلقة قهوة صغير، معلقة قهوة دبس بندورة، ومعلقة قهوة دبس حب. هاد زيت أبيض، زيت دوار الشمس. هاي معلقتين خل وليمونة معصورة، معلقتين خل وليمونة معصورة. وهاي 3/4 كوباية الشاي مي. وهون عنا التوابل، معلقة ملح صغيرة اللي هي معلقة قهوة يعني صغيرة، ومعلقة زنجبيل صغيرة، ومعلقة هيل صغيرة. هدول هاد هو الفروج المسحب. نرمي التوابل عليهم طبعا، وبنرمي دبس الحب ودبس البندورة. وهلا بنرمي الخل والمي. شايفين الترتيب؟ ومنقلبهم. شايفين حبايبي؟ لا ننسى اهم شغلتين، حبتين توم نعصرهم عليهم، ضرسين توم. شايفين؟ ضرسين توم نعصرهم عليهم. هلا هاد هو الفروج المسحب. شايفين حبايب قلبي؟ طبعا ما حطيت الزيتات انا. هلا مباشرة نرميها بالصينية. بنقدر نسويها على الفحم، بنقدر نسويها بالجريل، بس احنا لكونه معظم العالم عنده وبنقلبها على الشكل التالي، الفروجة المسحبة، وبنرمي عليها التوابل تبعها، وبنرمي هلا الزيتات. شايفين؟ ان شاء الله مليون هنا. وهلا بنفرجيكم اياها لما نطالعها من الفرن. وهلا الفرن على درجة حرارة 200. بنحطها بالوسط. يسعد مساكم حبايبي. هلا بعد ما خلصنا
مثل ما نكون شايفين الحمض وتوم الزيت مع الفروج المسحب، شايفين شلون طلع؟